يا سراب يا حب يا اللي هتخلي الاهلي في التوب، تعال اقول لك ازاي تثبت نفسك لينا بكره وتكسب اول ماتش افريقي. يلا بينا يلا بينا. بص يا حبيب قلبي، الاهلي بكره لازما مع سروب يثبت ان الراجل ده في التوب. فهيعمل ايه؟ حراسه المرمى الشن شن شن، حلو الكلام ولا جميل الكلام. قلوب الدفاع انا بالنسبه لي اللي ثابتين على المستوى بتاعهم ياسر ابراهيم وياسين مرعي، حلو الكلام حلو الكلام. باك رايت لحد دلوقتي اللي ثابت نفسه الافضل محمد هاني، صناعه فرص ولا اروع، توازن بين الدفاع والهجوم ولا احسن. فمحمد هاني بالنسبه لي هو اللي يلعب باك رايت. نروح بقى للحته اللي عامله لنا هنا ايه ازمه. هتتخيل لو انا قلت لك كوكا هو اللي يلعب بكره باك شمال؟ بالنسبه لي لحد دلوقتي هو ثابت. محمد شكري ما دخلوش في ماتش افريقي، محمد شكري حطه في ماتشات الدوري ودخله واحده واحده لحد ما يبتدي يخش في الفورمه بتاعته، حلو الكلام. طيب مين بقى في نص الملعب؟ نص الملعب ده مكون من ديانج اللي هيلعب بكره. انا بالنسبه لي الماتشات اللي زي دي العب فيها ديانج وخلي مروان للماتشات اللي بعد كده. طيب مين اللي هيلعب قدام؟ بص وجهه نظري العب باتنين ماشي، هنا وكده اهو ماشي، يبقى جنبه محمد علي بن رمضان ماشي، وقدامهم اشرف بن شرقي هو اللي يبقى بلاي ميكر، وتريزيجيه على الشمال وزيزو على اليمين، وقدامهم الجار جراديشار. ليه بقى؟ اعتماد الراجل ده دايما بيعتمد على 4-2-3-1. تمام، دي كانت خطته في المانيا. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان فجأة انت هتلاقي الخطة بقت كده 4-2-2-2. طب مين اللي يقدر يعمل هنا يلعب هنا؟ بن شرقي. ومين اللي يقدر يفتح الخط؟ تريزيجيه، حلو الكلام. طب لو احنا عايزين ندافع او عايزين نعمل ضغط عالي، الراجل ده بيعتمد على اسلوب الضغط العالي عالي جدا. فهتلاقي زيزو نزل هنا تمام، وتريزيجيه نزل هنا، وبن شرقي هو اللي فتح الخط في عمليه الضغط، حلو الكلام. يبقى انت كده بتعرف تحرك اللعيب. طب حلو الكلام. لو انا جبت كوكا هنا وقدمت بالرمضان، فاحنا قلبنا الخطه ل3 زي ما قلت لك قبل كده، 3-2-4-1. فساعتها لو جرادي خرج ايه اللي يحصل؟ تلاقي بن شرقي نزل هنا وتلاقي بالرمضان الخطه بقت 3-3-2-2، وجراديشار هو اللي بقى صانع اللعب عشان يبتدي يسحب المدافعين لورا. قول لي بقى انت في الكومنتات، هل سروب الحب اللي هيخلي الاهلي في التوب هيقدم لنا اوراق اعتماده بكره ولا لا؟